علاش غير انت الجزائري اللي حاط روحك مركز الكون؟ انني عندي 7 سنوات في امريكا، والله العظيم 90% من الناس اللي يقولوا لي وار ار يو فروم، نقول لهم ام فروم الجيريا، يقولوا لي نايس كانتري نيجيريا. قسما بالله الدمعه تقرب تطيح لي. انا عايش في جاي من بوابه افريقيا، شمال افريقيا، البحر الابيض المتوسط، يعرف نيجيريا وما يعرفش الجيريا. وما تقوليش ما يعرفوش الجغرافيا، يعرفوا دول قلاصقه فينا بلا ما نسمي، وما يعرفوش الجيريا. ولحسن الحظ انهم ما يعرفوش الجيريا هنا، وما عندهمش اصلا نظره علينا. علاش غير حنا كي تطلع ليكيب ناسيونال تاعنا في كاس العالم نخرجوا في ونغلقوا الطريق ونكسروا ونطفوا الضواء ونكسروا الدنيا ونعيطوا 1 2 3 فيفا الجيري؟ علاش نديروا في هذه السلوكيات المشينه؟ علاش نسيئوا لبلادنا بطريقه غير مباشره باسم الوطنيه؟ لماذا؟ علاش غير حنا بقينا حاطين رواحنا مركز العالم، والشعوب الاخرى ماشي رجال، الشعوب الاخرى ماشي قافزين، الشعوب الاخرى ماشي فوحل، الشعوب الاخرى الشعوب كاع طبعت، الشعوب كاع ماشي عباد، الشعوب كاع مرخص، الشعوب كاع غير حنا واعرين، غير حنا ندافعوا على القضايا الصامده في العالم. واش قدمت انت للعالم؟ واش قدمت؟ جواز السفر تاعك في حقيقه الامر يدخلك ل 25 دوله. في المطارات معاملتهم ليك في اغلب دول العالم تختلف على معامله اي فرد من جنسيه اخرى. هذه حقيقه، لانه احتماليه انك تبقى مهاجر غير شرعي في تلك الدوله بفيزا سياحه كبيره، ويحققوا معك لمده زمنيه طويله. اي مواطن من اي دوله في العالم ويشوفك بناء على مؤشراتك. اللي يحب يجي لعندك سياحه ويشوف الفنادق تاعك، او يشوف الطرقات تاعك، او يشوف الامن عندك، او يشوف وضعيه الاقتصاد تاعك، او يشوف الخدمات المقدمه. انت تحسب يروح يشوف فيديو في اليوتيوب وانت تعيط 1 2 3 فيفا الجيري؟ علاش حنا مخدومين هكذا؟ وكي نقول علاش حنا، رانا عندنا فئه، وما تجيش تقول لي اللي كل واحد يمثل نفسه. ما كاينش منها كل واحد يمثل نفسه. واحد هز الضرب ويعيط 1 2 3 فيفا الجيري ويدير السلوك هذا ويمثل فيا. واذا كاينه ظاهره موجوده في المجتمع، يعني عندنا الملايين يتبناو العقليه هذه، الملايين. عندنا ازمه تاع رمزيات، عندنا ازمه تاع شعارات، ما قدرناش نعيشوا الانجازات الحقيقيه. نقدر نتفاهم باللي مواطن لي ظروف معينه ما قدرش يبرز عن طريق مؤسسات الدوله، ذات فاين، يعني يولي يخرج هذاك الكبت تاعو كمواطن انه ما قدرش يبرز في العالم هذا عن طريق السلوكيات هذه الغريبه. بصح باش توصل للاساءه وقله الادب مع الاخرين، اي راهي كراف. حنا رايحين نوليو شعب غير محترم، رايحين نوليو افراد غير محترمه في العالم. حاولوا كيفاش تمدوا صوره مليحه للجزائر على مستواكم، حاولوا تتواضعوا شويه. رانا عندنا مشكل كبير تاع التواضع، رانا طايرين في السماء رايحين نهبلوا. راه لو كان جات المنظومه تاعنا تمشي بالعقليه هذه، لو كان حنا دوله منبوذه في العالم ما نتبادلوا تجاريا ما يتبادلوا معنا. راك مجرد دوله ورقعه جغرافيه في العالم هذا ما كان. تتعنطر وتتفرزع. ما كاينش دوله في العالم، الولايات المتحده الامريكيه بالقوه تاعها ما قدرش تخرج للعالم بالنرجسيه هذه، لانها تحتاج العالم. الايفون ابل او يركب في اكثر من 25 دوله، والقطع تاعو كي نقول يركب يعني القطع تاعو تجمع من 25 دوله. تحتاج العالم والعالم يحتاجها. انت كي ماشي بالعقليه تاع انت ما تحتاجش العالم. راهو اللي قال لك الجزائر هذه نقدروا نغلقوها وجبت لي التصريح تاع كاين شعبوي سياسي في اوروبا مدايرو كمثال، او يكذب عليك. الفاكسا لو كان ما يبعثوها لكش من اوروبا ولا من كندا، وليدك راح نسبه البقاء تاعو على قيد الحياه تنخفض ب 80% في الوقت اللي رانا عايشينه الان. هذه هي حقيقتنا. الناس اللي يقولوا لك الجزائر نقدروا نغلقوها على العالم والجزائر جوهره والجزائر لا 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 لا, لا. العالم ديباسا هذه الامور، تتبادل مع العالم ويتبادل معاك. والله نشوف سبحان، تواضعوا شويه يا جماعه، تواضعوا شويه. كي تجي شركه سيارات اجنبيه تستثمر عندك، هذا لا يعني انه الشركه هذه اي جايه تستغلك، جايه تستثمر في السوق تاعك بناء على الحوافز اللي تمدها لك السوق.
إلا حاب راح تجعل من نفسك في موقع قوة عندما تتفاوض، خلي بياناتك الاقتصادية تخليك في موقع قوة، ماشي باسكو وزير يهضر معاهم بخشونية هي الشركة هذيك تطلق روحها. رانا ماناش في 1000 قبل الميلاد، وماناش في 1000 على باليش انايا في سنة 500 ميلادي ولا 700 ميلادي، رانا في 2022. العلم درك الذكاء الاصطناعي هو اللي يقرر الدولة هذه تصلح فيها الاستثمارات ولا لا. الفرد دركا والعقل البشري وصل للمرحله برك اللي يقرا البيانات والمعطيات بيتخذ القرار النهائي. يعني درك الدوله ولات ارقام ماشي مام با دول. علاش اصبحنا هكذا؟ والله للاسف شفت جزائري هز الدرابو تاع الجزائر يعيط 1 2 3 فيفا الجيري، دخلت لتويتر الشعوب العربيه كلها تسب فينا تقريبا في تويتر ولا النشطاء، ما نقدرش نلومهم، ما تقدر تعلق. وفي نفس الوقت يدخل بطبيعة الحال الذباب المخزني على الخط ويقول باللي هادو الناس رانا ما صبرنا عليهم 20 و30 سنة، هاي حقيقتهم الآن. هاك تسيء للجزائر بطريقه غير مباشره، راك تخلي في الناس اللي عندهم مخططات حقيقيه ضد الجزائر يستغلوا النقاط هادو باش يحاربوك باسم الوطنيه. ايها الوطني اللي وطنيتك عمرها ما جسدت في الاطار تاعها الصحيح. رانا اصبحنا مهزله بأتم معنى الكلمه، رانا اصبحنا اضحوكه امام كل من استطاع ان يعايننا كمجتمع. انا نتمنى اننا نبقاو مخفيين احسن وما نتعرفوش، لانه الماركتينغ عنده الجانب الايجابي تاعو والسلبي. شركه كي تكون السمعه تاعها سيئه لفتره زمنيه مؤقته في السوق، الناس اللي تخدم ماركتينغ تنقص من انتشار البراند تاعها. هذا في عالم الاعمال. نفس الشيء بالنسبه للجزائر. بالسلوكيات هذه نتمنى انه اسم الجزائر يبقى يقل انتشاره حاليا على الاقل، باش ما نستهدفوش اكبر فئه من شعوب العالم في الصوره السيئه اللي رانا نمدوا فيها على الجزائر الان. بالطريقه هذه ما راح نديروا حتى حاجه، بالطريقه هذه وبالسلوكيات هذه والله ما راح نحققوا حتى انجاز حقيقي. نأكد لكم الامر هذا. والنخب هذه اللي راهم يجاملوا في المجتمع هذا ويزيدوا من درجه النرجسيه تاعهم هما احد اكبر اسباب تخلف الجزائر، سواء لاهداف سياسيه ولا لاهداف تجاريه، او خوفا من ديكتاتوريه المجتمع، او خوفا من رده فعل المجتمع. حنا من المفروض دور النخب ما يكونش مجامله المجتمع، دور النخب تصحيح اخطاء المجتمع، وانك تخلي المجتمع وسلوكيات المجتمع في الاطار الصحيح تاعها، باش تقدر السلوكيات هذه تدريجيا تنعكس على المؤسسات وتبدا تخلق ما يسمى بالتفوق والمنافسه في العالم هذا. نقدروش بالطريقه هذه نتقدموا، ما نقدروش. ماشي حنا فقط اللي ما طلعناش لكاس العالم، وماشي فقط حنا اللي ربما تعرضنا لظلم تحكيمي. والحياه راهي اولويات. والوطنيه الحقيقيه، الوطنيه الحقيقيه هي انه تجسد الوطنيه تاعك في بناء الدوله في هدوء. خصنا نكونوا هادئين شويه، خصنا نديروا انجازات ومن بعد نهضروا عليهم. غير حنايا اللي عندنا مشروع تاع الحديد، غير حنايا اللي عندنا ابار تاع البترول، غير حنايا اللي عندنا خطوط نقل الغاز الطبيعي، غير حنا اللي عندنا الشمس، غير حنا اللي عندنا الرمل، غير حنا اللي عندنا البطاطا. لا، شعوب العالم كل عندها الثروات الطبيعيه. كاينه اراضي عندها نوعيه من الثروات، وكاينه اراضي ما عندهاش نوعيه من الثروات. وافقر دوله في العالم اللي ما عندهاش ثروات طبيعيه هي اليابان، ثالث اكبر اقتصاد في العالم، واحد اكثر الدول تقدما في العالم. لانه في اليابان يعيش الفرد الياباني، الفرد الياباني يقدس العلم ويقدس العمل، وفرد جد متواضع. الفرد الياباني الان يرسل في دلالات واشارات على درجه رقي الفرد الياباني من المدرجات بقطر. لما انتهت مباراه اليابان ولا كانوا حاضرين بعض اليابانيين في مباراه، اليابانيين قعدوا بعد نهايه المباراه والفيديو راهو موجود ينقوا في الملعب، حتى القطريين واندهشوا من سلوك اليابانيين في قطر.
ربما القطريين يحاولون أن ينشروا تعاليم الدين الإسلامي الحقيقي اللي قايمة على التسامح وتقبل الآخر وما إلى ذلك، وينحيوا الصورة النمطية هذيك اللي تشكلت على المسلمين عند الكثير من الشعوب بسبب سلوكيات بعض المسلمين اللي هما تاني فرفاريين بطبيعة الحال كمسلمين وفئة منهم. في نفس الوقت اندهشوا من الياباني الغير مسلم والإنسانية فقط، وين وصلته أنه بعد نهاية المباراة ينقي الملعب تاعو.